اهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة. النهاردة انا هقدم لكم طريقة عمل البرجر في البيت وبأقل الامكانيات. مش هستخدم لا فول صويا ولا برغل. تمام. هستخدم كيلو لحمة مفرومة. هستخدم 2 خلطة برجر، اي صنف واي نوع انت بتحبيه وبتفضليه، شركة تكون معروفة. بيضتين، ملح وفلفل، شوية بصل باودر صغيرين، 2 بقسماط ناعم، 2 دقيق، 1 نشا، شوية صغيرين زي ما انتوا شايفين كده بيكنج باودر عشان بس تديها نفخة كده، معلقة كاتشب. نقول المقادير مرة تانية حبايبي. كيلو مفروم، 2 باكت او 2 كيس برجر اللي هي خلطة البرجر، بيضتين، ملح وفلفل، بصل بودرة، 2 دقيق، 2 بقسماط، 1 نشا، شوية بيكنج باودر صغيرين، كاتشب، معلقة كاتشب صغيرة برضو اي نوع انت تفضليه. هخلط ده كله مع بعضه وارجع لكم تاني. بعد ما حطيت الخليط كله على بعضه بحط معلقة صويا صوص. تمام، معلقة صويا صوص، لان انا بحب احط الصويا صوص في المشويات عموما، بتدي طعم حلو قوي. واظبط طبعا الحياء الملح والفلفل على حسب الرغبة زي ما انت عايزة. الوصفة دي على فكرة انا معتمداها بقالي سنة ونص، ما بجيبش برجر من بره. يعني موضوع ان انا اجيب برجر من بره من بعد كذا فيديو شفته للمصانع مش حلو خالص يعني. فانا مش ما قررت ان انا ما اجيبوش تاني. الوصفه دي تحسي ان انت بتاكليها من المصنع بس بلحمه حلوه، وبلحمه انت ضمناها، وهتفضل على اللون ده لغايه ما تتحط في الطاسه. يعني اللون ده مش هيتغير، لون اللحمه ده مش هيتغير، لان ما فيهاش لا فول صويا ولا برغل ولا اي حاجه، هي لحمه بيور. فانت شغاله بيها وشغاله بحاجه نظيفه من البيت. احنا كل الحاجه اللي احنا حطيناها بالاضافه للحمه كلها حاجات البيت، ما عدا البرجر اللي انت بتجيبيه بس من بره، وده انا مضطره احطه علشان الطعم ما يبقاش مختلف عن بتاع بره بس. لكن هي حاجه نظيفه جدا في البيت، وهتجربيها وهتشوفيها وهتعتمديها انت كمان كوصفه اساسيه في البيت. ادي البرجر اهو، بعد ما اتعجن حطيت كل المكونات عندي، بس انا محتاجة انعمها بالكب. يعني لازم انا هستخدم الكبة فيها علشان محتاجة المكونات كلها تدخل مع بعض، وهوريكم الفرق بين انها ما اتنعمتش بالكبة وبين انها فضلت كده. بنعمها في الكبة لغاية ما كلها كده بتبقى خدت اتجاه واحد، يعني كده بالمنظر ده كلها اتكتلت عندي في حتة واحدة، فهي كده خلاص، هي كده تبقى خلاص اتعجنت. بصوا بقى مع بعض الفرق بين المطحونة اوريدي او المحطوطة في الكبة، بصوا اهي، واللي ما اتحطتش في الكبة اهي. فاكيد باين الفرق. الناعمة دي تحسي ان كل حاجة دخلت في بعضها. هنا لا لسه، بصوا، لا لسه فيها فتولة كده شوية، او تحسي ان مش كله برضو داخل زي دي اهي. بصوا، تحسوا انها ايه، سهلة التشكيل كمان اهي بالمنظر ده. هنا بعد ما اتعجنت كويس جدا في الكبة وهي كلها خدت نفس اللون اهو، ولون اللحمة وريحة اللحمة اصلا وهي نية تحفة تحفة. هنغطيها بستريتش او بكيس بلاستيك او باي غطا عندك، وحطيها في التلاجة شوية تمسك نفسها ونبتدي نشتغل تاني. بعد ما اللحمة عندي اتشمعت في التلاجة اهي، بقت سهلة التشكيل اهي. هي ممكن تتشكل بطريقتين، لا اما بمكبس البرجر، لا اما ان انا بفرده خالص وبقطعه بالقطاعة دي، فاللي موجود عندك استعمليه. تمام. بالنسبه لمكبس البرجر اهو، انا بحط كيس بلاستيك بالمنظر ده وبقطع التقطيعه مثلا اللي انا عايزاها اهي كده. احاول اخليها مدوره كده، احط عليها كيس البلاستيك تاني كده، خليها في النص كده بالمنظر ده، وببتدي اكبسها كده بالمنظر ده اهي اهي بالمنظر الحلو قوي ده،
العلامات اللي فيها زي بتاع بره بالظبط، وهرصه في صينيه. ولو انا عايزه اعمل دور تاني بحط بلاستيك كده عليها وبعمل الدور التاني. تمام. وبرده هخلص الكميه اللي معايا واصورها لكم. هنا رصيت اول دور اهو، وطبعا السمك اللي انت عايزاه، يعني انت بتتحكمي في السمك اللي انت عايزاه. وهحط بلاستيك كده وهحط الدور التاني، وممكن بعدها احط هنا واتني كده على اساس ما يبقاش فيه حاجه طالعه بره. يا ريت ما تنسونيش في اللايك، لان الفيديو ده انتوا مش هتلاقوه غير عندي، وطريقه البرجر دي هتعتمدوها ان شاء الله، فانا عايزه الكل يستفيد، واللايك بتفرق في رفع الفيديو. واللي ما عملش شير يعمل شير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل له كل ما هو جديد، ويفعل زرار الكل. اكمل وارجع لكم تاني. ده كده شكله النهائي بعد ما شكلته بالمكبس اهو، الواحده بوحدتها اهي. تمام كده. هغلفه بقى بالبلاستيك وهغطيه برضو بالبلاستيك من على الوش كده، وهشيله في الفريزر لحد ميعاد الاكل، يعني لحد ما عايزه تشيليه على طول تعملي كميه وتفرزيها في الفريزر، ما بيجرالهاش اي حاجه وبتقعد مده طويله، لا لونها بيتغير ولا طعمها بيتغير. فهي الطريقه دي حلوه جدا جدا للبرجر. ما ننساش اللايك علشان الفيديو يوصل لاكتر ناس ممكن، ولو في كومنت يا ريت. انا كده غلفته حبايبي بالمنظر ده، خلاص كده هشيله في الفريزر لغايه ما استعمله اي وقت، مش لازم النهارده اصلا، يعني ما اي وقت. وهو يعتبر الكيلو عمل 16 واحده. وخلي بالك ان احنا شغالين على الوحدات الكبيره، يعني حجم البرجرايه نفسها كبيره، ممكن انت تصغريه او تقللي السمك بتاعه هيدي اكتر. هبتدي بقى احمر البرجر بتاعنا، انا بشوحه بشويه زيت صغيرين. تمام كده. وبحطه كده بالراحه كده، وهبتدي اسويه واوريكم لونه برضو كده، واستنى عليه خالص لما يحمر من تحت وبعدين اقلبه عشان ما يتكسرش منه. ماسك نفسه اهو. هو انا ما استنيتش عليه لما جمد قوي، يعني هو يعني يعتبر مبرد، بس انتي جمديه عادي واعمليه وهو مجمد عادي، انا جربته في كل الحالات زي الفل. هنا استنيت عليه لما احمر واخد اللون ده، بعد كده قلبته الناحيه التانية وعلى نار متوسط الحراره، لان لو النار عاليه هتلاقي من الجناب هنا اتحرق ومن النص ني، فانا بعمله في نار متوسطه على اساس ما يتحرقش مني، وعلى اساس برضو ان انا ابقى لسه محتفظه بالجوسي بتاعه، يعني يبقى طري كده معايا وجوسي. يا حبايبي النتيجه النهائيه للبرجر اهي. اهي بصوا بقى، محتفظ بكل السوائل بتاعته اهي، حلو جدا وريحته تحفه، وكفايه ان ريحته وانت بتشوحيه ريحته لحمه، مش ريحته اي حاجه تاني، عامل دخنه اللحمه وريحه اللحمه بالظبط اهي. احلى وانضف سندوتشات برجر ممكن تاكلوها، ممكن بالخضار هنا زي بصل طماطم خس، وممكن بالكاتشب اهي، وجنبه بطاطس محمره، واحلى وانضف من 100 مطعم بره. الف هنا وشفا للي هيجرب، واشوفكم على فيديو جديد. باي باي.